يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويسعد لي كل أوقاتكم حبايب قلبي، كيفكن؟ طمنوني عنكن، عن أخباركن، إن شاء الله تكونوا بألف خير. وقبل ما نبلش بالفيديو خلونا نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واشتقتلكن كتير كتير ورجعتلكن فيديو جديد. يخليلي قلبكن يا صبايا، شد اشتقتلكن واشتقت لتعليقاتكن الحلوة اللي بتفرفح القلب. يخليلي قلبكن أنا، يخليلي تعليقاتكن الحلوة، الله يجبر بخاطركن يا رب. وإذا في صبايا جداد بالقناة بتمنى تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله فضلا وليس أمرا. وهون يا صبايا الفيديو اليوم عن تحضيرات لعيد الميلاد، وبكرة إن شاء الله إذا الله رد بدي أنزلكم فيديو لعيد الميلاد، ما بتأخر عليكم يعني بكرة بدي أنزله، فاستنوني هيك بالفيديو الجاي. ترقبوا مثل ما بقولوا. وكترولي هيك لايكات على الفيديو، واللي مو شايف الفيديو اللي قبل هذا بتمنى يروح يشوف الفيديو ويحطلي لايك لأني مشاهدات كتير قليلة. بتمنى هيك ترفعولي الفيديو وكترولي لايكات عليه و... وهيك يعني تدعموني مشان انزلكم فيديوهات، اتحمس هيك بدعمكم الحلو لاني اللايك برفع الفيديو. مشان هيك عبقولكم حطولي لايك، يخليلي قلبكم انا. وهون سويت قهوة إلي ولمرت عمي و... وهون هذا الفيديو نهار الجمعة بدي قلت أسوي يالانجي، لأن اليالانجي بتعرفوا طيب بالحفلات وبالعيد الميلاد. هون عندي أنا 1.5 كيلو رز، عندي بحطله أنا بصل وتوم وفلفلة حمرا فلفلة خضرا وبقدونس ونعناع وبندورة، وهدول الخضرة اللي بحطلن ياهن لليالانجي. وال حطيت 1.5 كيلو رز، وبحط بهار وملح ودبس رمان ورشة قهوة، وبس هيك بحطلن لتبلة اليالنجي. يطلع كتير كتير طيبة، ويعني ما بوصفلكنش قد طيب يعني. هلا أنا سويته نهار الجمعة وخليته، وطبعا زيت حلو يعني، وخليته هيك بميته يستنقع هيك لتاني نهار. وحطيت دبس فليفلة ودبس بندورة يعني. هذا الفيديو أنا مصورته من نهار الجمعة، بس تاني نهار السبت مو للحفلة يعني. كتير كتير انعجقت وكتير يعني انشغلت، قمت ما حسنت أصور يعني أمنتجلكم الفيديو لا السبت ولا الأحد، يعني مثل ما بتعرفوا عنا عطلة نهار الأحد نحنا، وهيك التهيت بجوزي بولادي يعني. ايه ما حسنت أسجلكم صوت يعني للفيديو أمنتجه. ايه والله. هون يعني زي صبايا بعد ما تبلت اليالنجي، وهون أنا سلقة اليبرة. ايه ومثل ما قلتلكم لليالنجي بحطله كمان دبس فليفلة دبس بندورة وزيت حلو، وبتبله كتير كويس. وما صورتلكم هيك أنا بلف اليالنجي لأني بدي يطول الفيديو كتير من غير شي طويل. وحطيت بأرضية الطنجرة بطاطا، ومن بعد ما لفيته وخلصت البركة طلع يعني. وشوفوا لي هالبرقات شد حلوات، اللهم صل على النبي. وشي بشهي، واشتهيتكن هيك كل الصبايا تكون معي وتشاركني هالفرحة. والله فرحت فرحة يعني ما بتنوصف والله يا صبايا. عندي يعني هالألف صبية، ألف أخت بالقناة، يعني عن مليون أخت. كتير كتير انبسطت فيكن، وانبسطت هيك بتعليقاتكم الحلوة. الله يجبر بخاطركم، كل وحدة هيك علقت لي تعليق حلو، الله يجبر بخاطره ويحقق لك كل اللي بتتمناه. هون طبقت اليبرق وحطيت له مية من الرز، زادت ما كبيتها، كترين فيها زيت حلو وفيها دبس رمان كتير يعني تبلة. كترتها فوق اليالنجي وكترت دبس رمان وملح وزيت حلو مشان يعطي لمعة لليالنجي عند البستوي. وكترت له مي بس هيك بحطله أنا لليالنجي. طلع طعمته كتير كتير طيبة، وجربوه على طريقتي إن شاء الله بتحبوه إن شاء الله إذا الله راد.
وهون يا صبايا بدي اسوي تبة السمبوسك، بدي اسوي سمبوسك ويالنجي، وبدي اسوي كيك عايدي، وبدي اسوي كتير شغلات يعني بدي اصورلكن. ان شاء الله تابعوا الفيديو للاخير، فيديو كتير حلو، وان شاء الله هيك تستفادوا منه وتتسلوا ويعجبكن. فلا تنسوني هيك باللايكات والتعليقات الحلوة. الله يجبر بخاطركن يا رب، هيك اكتبولي لايكات على هذا الفيديو مشان اتحمس بكرة انزلكم فيديو. الله يجبر بخاطركن يا رب. وهون عندي لحمة حطيتلها ملح وهيك قليتها شوي، وبعدين كترتلها البصلة. قلت ما بدي اخلي اللحمة تستوي كتير مشان ما تروي طعمة اللحمة، لاني من قليته اللحمة كتير كتير بتروي طعمة اللحمة. قليتها نص قلي وكترتلها البصل المفروم، وهيك طبختها هيك لبين ما استوى. وبعد ما استوى حطيتله يعني من نص سوا تقريبا، حطيتله بهار ودبس رمان، يعني بده يكون شوي يعني حامض، ظاهر ظاهر شوي حمضه، يعني ادوق واشتغل يعني، والملح حسب الرغبة يعني. عندي بقدونس كمان بدي احط له بقدونس للسمبوسك، وفي منهم بحطوا له رمان كمان، بس انا عيلتي ما بتحب له رمان. كمان بتعطي نكهة كتير طيبة لتبلة السمبوسك الرمان، بس عيلتي ما بتحب. حطيت بقدونس، ومنهم بحطوا جوز كمان بتعطي طعم كتير طيبة. وهيك بعد ما سويت التبلة حطيتها بالبراد تبرد. وهون عندي بدي اسوي عجينة السمبوسك. انا مصورة انا المقطع من الاول ولا طلع التليفون معه، بس جد انقهرت. هون انا عندي كيلوين طحين سويت البركة، قلت كتيرين لاني ادوب يكفي. حطيت لهم معلقة حبة البركة ومعلقة سمسم وملح، وحطيت لكل كيلو طحين حطيت له 3/4 الكاس زيت، وهيك مثل ما شفتوا بسيته يعني مثل عجينة الكعك، بسيته بعدين عجنته بالمي يعني مثل ما نكون شايفين. وسرعت انا هون الكاميرا سرعتها مشان ما يطول الفيديو، يعني هيك كل هالشي وطويل. وهون كانت التبلة بردانة كمان حركتها وخليتها هيك تفرفد. هلا كل هالشي انا سويته، وفوق منها في عندي طبخة كمان طبخت للمسا، وسويت كيك، ويعني كتير كتير شغلات. هذا النهار كتير كتير تعبت، يعني لو وصلت لآخر النهار كتير تعبانة. ايه والله، بس هيك يعني الولاد بنبسطوا يعني بهالشي، يعني المهم يعني يفرحوا الولاد. انا وعزمت هيك بيت سلفتي وبنت حماي وهيك قرايبين عزمتهم كمان على الحفلة. أهلا وسهلا فيهم والله، وكتير كتير انبسطنا بالبركة. وهيك والله مو كانت العجينة لسه ما هي مرتاحة، يعني ما استحكم بتسوية الشبرك عفوا السمبوسك. كتير كتير تعذبت أول شي، بعدين الحمد لله يعني صارت الشغل سهل. وهي العجينة السمبوسك يعني كتير كتير ناجحة، جربوها والله. يعني لون ما هي ناجحة أنا ما بقولكن وبنصحكن تجربوها. هلا بقالب السمبوسك عذبني كتير كتير ما يطلع منه السمبوسة، كان كتير كتير تعذبت لبين ما قلت. بعدين قمت أرقه بالشوبك، بعدين أقطعه وأسويها بالشوكة موديل مثل ما انكم شايفين. كتير كتير تعذبت طلعانه. بعدين بطلت أسوي بالقالب السمبوسك، صرت أسوي هيك بالشوكة، أسويلن موديل يعني. مثل ما قلت لكم يعني أروح أجيب بناتي وأجيب طبختي وأجي يعني على البيت. كتير كتير تعذبت بهالنهار، بس قلت يلا فداهن وهيك أسويلكن هيك قلت فيديو حلو. بقى اليوم بدي انزلكن تحضيرات، وبكرة بدي انزلكن حفلة العيد هاي حفلة يعني ال1000 مشترك. هي حفلة بسيطة بس يعني على قد الحال يعني، بس مهم يعني انبسطوا الولاد وفرحوا. كل هالشي مشان اولادي ينبسطوا ويفرحوا. وهيك والله رقيت العجينة وقطعته هيك بقالب السمبوسك، يعني عشان يصيروا صغار. أنا ما بحب اللي يكون السمبوسك كبار، عشان الواحد ما يعني أكله ويخلصه. وهيك والله شوفوا مثل عينكم شايفين هيك رقيته، وبعدين جبت الشوكة وشكلت السمبوسك، يعني بعد عناء كبير لحتى سويت
السمبوسك. وهو مثل ما انكم شايفين بعد ما خلصت السمبوسك حبيته هيك بصواني ولفيته هيك بأكياس، وبدي احطه بالبراد لتاني نهار ما بصيبه شي، يعني ما بصيبه شي طاول يعني السمبوسك اذا حطيته قبل بنهار حطيته بالبراد. واذا بتحبوا كمان بتجمدوه بتجمد مثل الكبة. وهون خلصت السمبوسك واليالنجي مثل ما شفتوا علقت كمان على اليالنجي. وبدي اسوي الكيك، قلت كمان بدي اسوي كمان قلت من قبل بنهار مشان يبرد بكرة تاني نهار ازينه، يعني يكون يعني بارد ياخد راحتي بالتزيين ما يتشرك. وهون عندي 4 بيضات وظرفين فانيلا وكاسة سكر، بضل بخلطه هيك لحتى يصير اللون البياض لون البيض أبيض. وبعدين بكت عليهم طحين، حطيت 3 كاسات طحين، ظرفين بيكنج باودر وكاسة لا نص 3/4 الكاسة زيت وكاسة حليب. ايوه بس هيك حطيت اللون للكيك وطلع كتير ناجح وكتير كويس. وجربوه هيك وإن شاء الله هيك بتلاقوه، يعني بتلاقوه عطلبكن. هلا أنا سويته نجح معي. وهون مثل ما انكم شايفين بعد ما هذا خفقت البيض كتير منيح، حطيت كاسة حليب ونص كاسة زيت ورجعت خلطتهم، بعدين حطيت الطحين. اي والله يا صبايا صورت لكم هيك كل التفاصيل، ان شاء الله هيك ينال اعجابكم الفيديو. مثل ما قلت لكم انا بضل بذكركم باللايك. والله كل صبية بتفوت على الفيديو تحط لي لايك هيك بيعلى الفيديو، يعني كتير كتير عم تعذب بالفيديو او بالمونتاج، يعني بقى هيك قدروا لي تعبي وحطوا لي لايك على الفيديو. الله يجبر بخاطركم يا رب يخلي لي اياكم، وفرحانة فيكم قد الدنيا وهيك، وبتعليقاتكم الحلوة الله يجبر بخاطركم يا رب. وهون يا صبايا الطحين لازم ينتخل لأني بيان شايفة هوا على قلب الكيك عشان ينجح يصير ناجح أكتر. يعني نخلته هيك كتير منيح وبعدين حركته وكتيته بالقالب. وهون بعد ما كنت حاطة بقالب الكيك ورق زبدة وحطيته شغلت الفرن من تحت أول شي، بعدين عند الاستوى شغلته من فوق. وهون بعد ما استوى اليالنجي طفيت تحته وعفته هيك لتاني نهار بميته ما صفيت ميته. وهون طبختي لليوم بدي اسوي فخاد محشية مثل الأوزي بس محشي يعني فخاد. وهون عندي الفخاد كنت غسلته نقعته بمي وملح وخل مشان ريحة الزناخة تروح منن. وهون عندي بدي احطلن بهار وملح وفليفلة حمرا وزيت بدي اتبلن، بعدين بدي اطبخلن الرز واحشيهم. وهاي جربوها كمان كتير كتير طيبة. مرة سويتها برمضان صورت كمان فيديو، كتير كتير طيبة وجربوها ان شاء الله راح تعجبكم. وهيك والله حطيت حتى حطيت لهم شوية محلب تعطي نكهة كتير طيبة للفروج. آه، حطيت يعني بهار وفليفلة حمرا وملح ومحلب وزيت نباتي وخلطتن حطيتن هيك عالزيت، خليتن هيك يغبوا تبلة لأجل بين ما أطبخ الرز. وهون عندي لحمة غنم شوي يعني مدهنة، قليتها هيك بالزيت وبعدين بدي أحط الجزر ولرهن أطبخ الرز.
بعدين حط الجزر والبازيلا مشان أحشي الفخاد. هون بعد ما استوت اللحمة كتيت الجزر ودقيقة بازيلا وأحطلن ماجي والمي وأخليهم هيك يغلوا مع بعضهم، بعدين أكت الرز فوقهم. وبس أطبخ الرز بدي أحشي الفخاد فيهن والفخاد عطت ونكهة كتير كتير طيبة. نكهتن وجربوها إن شاء الله يعني كتير كتير طيبة. هلا على تجربتي أنا عم بنصحكن يعني كتير كتير طيبة يعني طلعت. صحتين وهنا على قلب عيلتي. يعني شفتوا شد النهار متعب، سويت طبخت طبخة وسويت يالنجي وسويت سمبوسة وقالب كيك وكتير كتير تعذبت يعني بهذا النهار يعني. وأحس النهار صار قصير كتير يعني. إيه والله الحمد لله رب العالمين، الله هيك يعيننا بالبركة. وهيك والله ساعدتني مرت عمي، الله يعطيها العافية ويشدها بصحتها وعافيتها، وبنت حماي كمان الله يعطيها العافية. وهون بعد ما غلت المي حطيتلن كنت هون مسوية أنا الرز كتير منيح. أنا بضل بسوي الرز لحتى تصير ميته يعني ما يضلله مي بيضة. وهون أنا شلون بعرف عيار الرز مية الرز كويسة، بحط المعلقة إذا ضلت ثابتة معناتها عيارها نظامي. وهون استوى الرز صبيت صحن. وشوفوا هون شلون مفلفل الرز كل رزاية لحالة. وهون بجيب عندي أصغر طاسة وبحط بقلبها هيك الفخد وبحشيهم متل ما انكم شايفين، يعني موضح عنكم كل شي. وهيك بلم هيك الفخد على الطاسة وهيك بنزله، يعني كتير كتير طريقته سهلة وبسيطة. إن شاء الله تنال إعجابكم. إذا عجبتكم الطريقة اكتبولي بالتعليقات، وبس جربتوا كمان اكتبولي بالتعليقات. الله يجبر بخاطركم يا رب. وهيك والله سويت الصينية كلها. وبعد ما سويت هيك الصينية دهنتها هيك بالزيت الحلو مشان يتقرمش الجلد، يعطي طعم كتير طيبة كمان لصينية الفخاد. هيك والله. هلا تقولولي بالتعليقات شد قلتي ايه والله هيك يعني شلون بدي اقولكن. مو بنتقل من حديث لحديث، كلمة ايه والله مشان هي يعني له الحديث. وهون بعد ما طالعت الصينية من الفرن اعطوني رأيكم فيها وشي بشهي والله. وفي الرز الزاد من الأكل من الفروج صبيته هيك بصحنين وروبت لبن وهيك والله. والحمد لله رب العالمين، الله يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. والله هيك يديملنا هالنعمة يا رب، يديمها النعمة علينا وما يزولن يا رب. وكتبولي هيك بالتعليقات إذا عجبتكن الطريقة، والله يجبر بخاطركن ويخليلي إياكن ويخليلي هيك تعليقاتكن الحلوة اللي ما في مثلها. وهيك صورتلكن هو وجوزي عم ياكل و... ونتيجة الفخاد يعني عند الاستوى يعني كتير كتير طيبات. بنصحكن هيك تجربوها، إذا جربتوهن كتبولي بالتعليقات، هيك بنبسط إذا جربتوا أكلة من أكلاتي بنبسط يعني. اي والله يا صبايا شوفوا قلبن يعني كتير كتير لحتى الرز ضل مفلفل ومقمرات كتير كتير طيبات. ايه والله. وهيك لهون هيك انتهى الفيديو يا صبايا، بتمنى ينال اعجابكم. لا تنسوني من اللايك والتعليق الحلو فضلا وليس امرا. وسلامات صبايا، بأمان الله. بستنون فيديو جديد وروتين جديد وطبخة جديدة بأمان الله يا صبايا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن